بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم الدرس عن البلدان 22 البلدان الدول العربية. كيف ينطقون الأفغانيين هؤلاء؟ هذا الآن المكتوب في اللغة العربية كما ترون. الأول الجزائر، الثاني بحرين، الثالث جزر القمر، الرابع جيبوتي، الخامس مصر، السادس عراق، سابع الأردن، ثامن كويت، التاسع لبنان أو لبنان، العاشر ليبيا، الحادي عشر موريتانيا، الثاني عشر المغرب، الثالث عشر عمان أو العمان، الرابع عشر فلسطين، الخامس عشر قطر، السادس عشر المملكة العربية السعودية، السابع عشر صوماليا، الثامن عشر السودان، التاسع عشر سوريا، رقم 20 تونس، 21 الإمارات المتحدة العربية، 22 اليمن. أما 23 بعض الناس هذا أيضا يظنون ويحسبون 23 رقم الدول من ضمن الدول العربية هي إرتريا أو إرتريا، من كثرة العرب فيها، والبرازيل الذي لغتها برازيلي إسباني باللهجة برازيلي أو اللهجة برتغالي، لكن فيهم عرب كثير جدا وعربي أيضا. ننطقون هكذا: جزائر، بحرين، جزائر، بحرين، جزر القمر، كوموروس، جيبوتي، نفس العربي. مصر كسرة تحت الميم. عراق ننطقونه إراق، نكتب عراق. أردن نفس العرب. كويت ت. لبنان أو لبنان 2. ليبيا نفس العرب. موريتانيا نفس العرب ننطقونه. المغرب ننطقونه مراكش، نقول له مراكش. عمان ننطقونه أمان. فلسطين ننطقونه فلسطين، مو مثل العرب فلسطين. قطر نفس العرب. مملكة العربية السعودية سعودية عربستان. صوماليا نفس العرب. السودان ننطقونه سودان. سوريا نفس العرب. تونس نفس العرب. الإمارات المتحدة العربية نقول له ده عرب متحدة إمارات، معناها الإمارات. اليمن يمن. الآن كيف نقول لواحد رجل من الجزائر؟ مثلا بالعربي يقول جزائري، نحن لا نقول جزائري، نحن نقول واحد رجل من جزائر نقول جزائري. من بحرين، الرجل من بحرين مذكر شاب، بحريني يعني رجل من بحرين. كوموروسي يعني من جزر القمر. جيبوتي يعني من جيبوتيا، رجل من جيبوت. مصري يعني رجل مصري. عراقي يعني عراقي، رجل من عراق. أردني يعني رجل أردني. كويتي يعني رجل من كويت. لبناني يعني رجل من لبنان، يعني لبناني.
لبناني. ليبي يعني رجل من ليبيا، كما يقولون بالعربي ليبي. موريتاني يعني رجل من موريتانيا. مراكشي يعني رجل من مغربي، كما نقول بالعربي مغربي نقول بالبشتو مراكشي يعني رجل من مراكش، من مغرب، من Morocco. One man from Morocco. عماني يعني عماني، واحد شاب من عمان. قطري فلسطيني يعني فلسطيني، يعني رجل من فلسطين. هكذا تكتب بالبشتو. هذا أنا كاتب بالبشتو وليس بالعربي. كاتب النطق أنا. قطري يعني رجل من قطري. سودي يعني سعودي، يعني الرجل من سعودية عربية، المملكة السعودية العربية، كما نقول بالعربي سعودي يعني واحد رجل من سعودية نقول سودي عربي. سوداني يعني السوداني، واحد رجل من السودان نقول سوداني. هذا نطق ونفس الكتابة. صومالي يعني رجل من صوماليا، صومالي. سورياي يعني واحد سورياي، واحد رجل من سوريا. تونسي يعني رجل من تونس. إماراتي واحد رجل من متحدة العرب، من الإمارات. يمني واحد رجل من اليمن. وللعرب نقول الرجال عرب نقول عربان. نكتب عربان، لكن ننطق هكذا عربان رجال العرب. عربياني ننطق هكذا عربياني، يعني نساء العرب. عربان رجال العرب، نكتب هكذا وننطق هكذا عربان. عربياني نكتب هكذا عربياني نساء العرب. نقول أيضا هكذا عرباني نساء العرب، عرباني هكذا نكتب. وهذا أيضا هكذا نكتب عربان ننطق هكذا، عربان. أو أيضا نكتب عربيان، ننطق عربيان. تمام. قلت لكم بقى جزائري يعني رجل من الجزائر. هؤلاء الرجال من دول العربية. الآن نجعلها مرة، نعمل هكذا للياء جزائري، النطق هذا صار وكتابة هكذا. المرأة واحدة مرأة من الجزائر، الجزائرية بالعربي مثلا بنت جزائرية نقول نحن جزائري، هكذا نكتب. بحريني هكذا نكتب. انتظر أساويهم في القلم أحمر أحسن. بحريني يعني مرة بحرينية. كوموروسي يعني من جزر القمر البنت. جيبوتي يعني بنت مرة نسوة من جيبوتيا. مصري هكذا إذا شفته رأيته مصري يعني رجل مصري. هكذا إذا شفته مرأة مصري
مصري يعني مرأة من مصر، مصرية يعني مصرية. عراقي العراقية، بنت مرأة عراقية هكذا. أردني المرأة أردنية. كويتي يعني رجل كويتي الكويتية يا خال. لبنانية يا خال. ليبي يعني ليبية، بنت ليبية. موريتاني أصبحت مرة. مراكشي يعني مغربي، المغربية يا خال. مراكشي يعني المغربية، بنت من مغرب، المغربية. أماني صارت مرة. عمانية يا خال، عمانية. فلسطيني هذا رجل، الآن صارت مرة. فلسطيني يعني فلسطينية. قطري يعني مرة من قطر، قطرية. سعودي أو هكذا أيضا. سعودي يعني السعودية، البنت السعودية. سوداني السودانية، بنت سودانية، مرأة سودانية، مرأة من السودان. سورياي هذا رجل سورياي. السورية البنت السورية، المرأة سورية، المرأة من سوريا. تونسي البنت التونسية يعني. إماراتي الإماراتية. يمني اليمنية يا خال. هكذا لكم أسماء الدول العربية. نطقنا وقلت لكم الرجال رجل من نفس الدولة، والمرأة أيضا. الآن الجمع. هؤلاء كان في الأخير قلت لكم النسوان. المرأة النسوان من النساء من دول العربية كيف ننطقون. الآن الرجال كمان قلت لكم، لكن هؤلاء الرجال جمع. كيف نقول رجال من الجزائر؟ نقول كما قلت لكم، هذا جزائري، رجل واحد من الجزائر. هنا مرة واحدة من الجزائر، هنا رجال كثير. جزائريان يعني الرجال، رجال الجزائر من الجزائر. بحرينيان البحرينيين. كوموروسيان الرجال من جزر القمر. جيبوتيان الرجال من جيبوتي. مصريان المصريين. عراقيان أو إراقيان العراقيين. أردنيان الأردنيين أو الأردنيون. كويتان أو كويتيان الكويتيون. لبنانيان اللبنانيين. ليبيان الليبيين. موريتانيان الموريتانيين. مراكشيان المغربيين. كما قلت لكم مراكش، نحن نقول للدولة المغرب نقول له مراكش، للرجل مراكشي، للمرأة مراكشية نقول مغربية، للرجل مغربي نقول مراكشي، للمرأة مغربية نقول مراكشي. للرجال كثير من المراكش مراكشيين مغربيين نقول له مراكشيان. عمانيان يعني عمانيين. فلسطينيين. قطريين. سودانيان سعوديان. نكتب عين بس لكن لا ننطق، نقول سوديان يعني السعوديين. سودانيان السودانيين. صوماليان الصوماليين. سوريايان
سوريايان السوريين، تونسيان التونسيين، إماراتيان الإماراتيين، يمنيان اليمنيين. الآن قد أكملنا المرأة مثلا جزائرية والجزائري وجزائرية وجزائريين. الآن جمع النساء، جمع النسوان من الدول العربية هكذا. جزائريان يعني رجال من الجزائر، تمام. الآن نجمع معه مع هذا الاسم يا، هذا الياء. إذا أنتم ما لكم خبر ولا تعرفون أقسام وأنواع الياءات، انظروا شاهدوا الدروس القديمة عن الياء. أنا قد أقدمت لكم تقريبا 3 دروس من حروف ألف باء في اللغة البشتونية. ستعرفون عندنا 5 أنواع ياء. هذا الياء ستزيد معه هذا الياء تصبح نسوان. جزائريان، جزائريان الجزائري، النسوان من الجزائر. بحرينيان، بحرينيان. نزيد النسوان، النساء البحرين، يعني بحرينيات يعني. كوموروسياني يعني النساء من جزر القمر. جيبوتياني، جيبوتياني يعني نسوان النساء الجيبوت. مصرياني المصريات. عراقياني العراقيات، بنات عراقيات. أردنياني يعني أردنيات. كويتياني كويتيات. لبنانياني لبنانيات. ليبياني ليبيات، النساء الليبية. موريتانياني نسوان موريتانيا. مراكشياني المغربيات، المغربيات مراكشياني. عمانياني عمانيات، النسوان العمان. فلسطينياني الفلسطينيات. قطرياني، هكذا نطق وهكذا تكتب، نسوان القطر، قطريات. سعودياني السعوديات، سعودياني هكذا. سودانياني السودانيات. صومالياني الصوماليات. سورياياني السوريات. تونسياني التونسيات، نسوان تونس. إماراتياني النساء من الإمارات. يمنياني يمنيات. يكفي إن شاء الله. إذا عندكم سؤال قولوا لي إن شاء الله سأجاوبكم. اليوم عطلة أيضا، انظروا، لكن جيت وهذا فكرت ضروري جدا لكي تعرفوا كيف نحن ننطقون الدول العربية، وكيف نسمونه، وكيف من الرجال من دول عربية. هذا أنتم رأيتم هذا الدرس، إن شاء الله استفدتم منه. وإذا في شيء سؤال اكتبوا لي بالتعليقات.